على الجبهة السورية واجهنا بادئ الأمر لواء مغربيا. بعد ذلك جاء العراقيون وقاتلناهم، ثم جاء الأردنيون وبعدهم وصل السعوديون. لقد وجدنا هناك 4 جيوش وكان علينا أن نقاتلهم. على الجبهة السورية واجهنا بادئ الأمر لواء مغربيا. بعد ذلك جاء العراقيون وقاتلناهم، ثم جاء الأردنيون وبعدهم وصل السعوديون. لقد وجدنا هناك 4 جيوش وكان علينا أن نقاتلهم. لم يكن العراقيون والأردنيون أول الواصلين، فقبل 5 أشهر من بدء الحرب أرسل الملك الحسن الثاني ملك المغرب لواء لدعم الجبهة السورية أطلق عليه اسم التجريدة. التجريدة بالمناسبة هو تعبير مغربي يحيل على النجدة أو الحملة. فالمغاربة أعطوا حراسة السفوح الشرقية لمرسل جبل الشيخ. باحتدام المعارك توالى وصول قوات من دول عربية أخرى. على الجبهة السورية واجهنا بادئ الأمر لواء مغربيا. بعد ذلك جاء العراقيون وقاتلناهم، ثم جاء الأردنيون وبعدهم وصل السعوديون. لقد وجدنا هناك 4 جيوش وكان علينا أن نقاتلهم. المغرب شارك عام 1973 في حرب أكتوبر اللي حاربوا فيها العرب ضد إسرائيل، والمغرب كلف بأصعب مهمة وهي تحرير جبل الشيخ الاستراتيجي، وأيضا شارك في تحرير مدينة القنيطرة السورية. المغرب في هذه الحرب ساعد في تحقيق انتصارات عدة وبين الكفاءة ديالو والشجاعة والقوة ديالو، لدرجة أن الرئيس السوري آنذاك قدم شكر خاص للجنود المغاربة، وسوريا وصفت المشاركة المغربية بالرمزية. ولا بد لي في هذه اللحظات الحاسمة من أن أوجه تحية من القلب إلى هؤلاء العسكريين البواسل الذين جاءوا إلى قطرنا من المغرب الشقيق ليشاركوا في معركة العزة والكرامة، وليقدموا الدم سخيا إلى جانب إخوانهم في سوريا ومصر، فجسدوا بذلك وحدة الأمة ووحدة المصير وقدسية الهدف. أيضا ولأول مرة سوريا كتعطي أوسمة لجنود أجانب غير سوريين. الأوسمة كانت بدرجة لقب بطل الجمهورية السورية العربية، وهذه الأوسمة تعطت للجنرال عبد السلام الصفريوي قائد اللواء المدرع المغربي، وأيضا للكولونيل عبد القادر العلام. وسوريا أيضا سمت أكبر الساحات في العاصمة دمشق بساحة التجريدة المغربية. فشنو هي يا ترى البطولة اللي قام بها الجيش المغربي حتى ينال هذا الثناء كله؟ المغرب رسل لواء مدرع بقيادة الجنرال عبد السلام الصفريوي، ورسل أيضا لواء مشاة آخر. اللواء المدرع مشى للجبهة السورية في الجولان، ولواء مشاة مشى للجبهة المصرية في سيناء. اللواء هو وحدة عسكرية كيبلغ العدد ديالها 6000 جندي تقريبا. ولواء مدرع كتعني أن هذه الوحدة العسكرية مسلحة بأسلحة ثقيلة من دبابات ومدرعات، وأيضا صواريخ مضادة للدروع. اللواء المغربي المدرع كان مختلف تماما على الألوية العربية الأخرى، فهو متدرب بشكل مختلف واحترافي أكثر. وأيضا المغاربة معروفين بساحات الوغى واللي كيشهد بها التاريخ، فلذلك تحطوا في أصعب جبهة اللي كانت قريبة لجبل الشيخ الاستراتيجي. هذا الجبل اللي كتعتبر أكبر قمة في بلاد الشام، والجبل كيطل على أهم العواصم ديال دول المنطقة اللي عنده إطلال على مدينة دمشق ومدينة بيروت وأيضا مدينة تل أبيب. واللي كيسيطر على هذا الجبل فالغلبة وميزان الكفة كتكون في صالحه، لأنه يقدر يتجسس ويعرف كل تحركات وأماكن جيوش المنطقة. فلذلك هذا الجبل كسب أهمية استراتيجية كبيرة، واللي إسرائيل بنت فيه تحصينات قوية وكتائب عدة. فالحرب بدات بشن القوات العربية هجوم عام في كل الجبهات. الكتائب المغربية كانت متواجدة في الشمال وفي وسط الجبهات الحربية.
الجبهة اللي في الوسط لعبت دور كبير في تحرير مدينة القنيطرة، واللي كانوا المغاربة أول الجنود المقتحمين في هذه المدينة، واللي سقط منهم العشرات ديال الشهداء، واللي القبور ديالهم ما زال شاهد على ذلك في مدينة القنيطرة. أما الجبهة الشمالية فكانت المعارك طاحنة، وتعتبرت هذه المعارك من أقوى المعارك في حرب أكتوبر، واللي اعتبرتها إسرائيل بتكسير عظام الجيش الإسرائيلي، لأن كل الأطراف كانت كتعرف أهمية جبل الشيخ الاستراتيجي، فقدروا المغاربة أنهم يقتحموا جبل الشيخ ويسيطروا عليه ويطردوا كل الكتائب الإسرائيلية منه. وأيضا هذا الجبل كان كيشكل تهديد كبير على العاصمة السورية دمشق، يعني كانوا الجيوش الإسرائيلية كان في النية ديالها أنهم يحتلوا مدينة دمشق، ولكن الكتائب المغربية حالت دون ذلك. فكانت مهمة سلاح الجو السوري دعم هذه الكتائب المتقدمة والتغطية عليها في حالة تدخل أي هجوم جوي معادي. القوات العربية بسيطرتها على هذا الجبل فهو تهديد كبير لدولة إسرائيل، لأن الجبل عنده إطلال على الأراضي الإسرائيلية، فيقدروا يقصفوا أي أهداف إسرائيلية ويشنوا هجوم مضاد عليهم، وهذا الشيء اللي ما غاديش إسرائيل تتقبله. فلذلك أمرت كل أسراب وطائرات الجو الإسرائيلي بشن قصف كثير على المغاربة واسترجاع جبل الشيخ. فتعرضوا المغاربة لقصف جوي عنيف وهجوم مضاد، لكنهم صمدوا تحت هذه الضربات منتظرين قدوم الدعم وتغطية سلاح الجو السوري للقادم من الدعم. ولكن في ظروف غير مفهومة السلاح الجوي السوري ما قدمش نهائيا التغطية الجوية للمغاربة، فتعرضوا المغاربة لقصف جوي عنيف وسقطوا العديد منهم شهداء. الكتائب العراقية اللي كانت المهمة ديالها هو الإسناد وحماية ظهر الجنود المغاربة من أي محاولة التفافية للإسرائيليين، فكانت كتراقب الوضع المغربي وعارفة كل صغيرة وكبيرة بالأحداث، فلذلك مرضوش نهائيا بهذا الخذلان، فطلبوا الدعم الجوي من القوات الجوية العراقية اللي قدرت أنها تعطي تغطية جوية للمغاربة وتأمن الانسحاب ديالهم من جبل الشيخ. فلذلك فشل استمرارية بسط السيطرة على جبل الشيخ كتحمل المسؤولية ديالو القوات الجوية السورية. أما القوات البرية المغربية عملت اللي في جهدها وأكثر، فلذلك نالت كل هذا الاحترام والتقدير من القريب والبعيد. المغرب خسر عدة جنود كيبلغ العدد ديالهم 300 جندي تقريبا، وأيضا بعض الضباط استشهدوا في المعارك، ومنهم ضابط كبير برتبة عقيد أو كولونيل، وهذا يدل على أن المغرب كان كيخوض معارك طاحنة في الصفوف الأولى. الكتائب المغربية رجعت للمغرب واستقبلوهم استقبال الأبطال، وجلالة الملك الراحل حسن الثاني استقبلهم وشرفهم أيضا، ووشح وسام للجنرال عبد السلام الصفري بالنجم الحرب.